ويعني وخدا القرار ديال التغيير تبارك الله، يعني ناجح في المجال ديالو كله اللي اختارها تبارك الله. السيد الاله الله يحفظك. تفضل. غادي نشارك معكم عدة المناظر. شي الاخر يكملوا السهم ديال السهم. متفقين اول صراحه كنشكر السي احمد هو اللي شارك معايا في فرصه العمل. صراحه كنت نعرفو قبل، كنعرف الاخوه ديالو الاصدقاء ديالي، وحتى هو تعرفت عليه قبل ما نبدا البيزنس، يعني واحد المده تقريبا واحد 7 سنوات ياك السهم، وشارك معايا فرصه العمل. وكانت عندي واحد التهيئه ديال التغيير. انا كنت نقلب على فرصه عمل. انا موظف مده ديال 6 سنوات، وكنت نقلب على شي حاجه ديال الماركتينغ، وجات فرصه جيت لمراكش وتلاقينا. يعني ما كانش عندي، كان عندنا التواصل بالفيسبوك والتليفون، يعني عارفين بان التليفون كيتبدلوا كل مره كيتبدل. وجات الفرصه تلاقينا في الكافي وهضرت معاه، قلت له تيجي السحمه مزيان، انت كدير ليكونومي، انا غادي كنحتاج نقلب على شي كتوبه في الماركتينغ، بغيت ندير شي مشروع تجاري. كنقلب على لان التجاره شي حاجه زوينه بناء على هي المستوى اللي تخليك انك تعيش الحريه الماليه. يعني التجاره من اروع الاشياء، والتجاره مباركه، والتجاره وصل عليها الرسول صلى الله عليه وسلم اللي 19 رزق. قال لي راه كاين اجر، راه واخا اللي يقرا الماركتينغ راه ماشي كيديروا، يعني ماشي بالضروره داك اللي كيقرا الاقتصاد راه كيمارس الاقتصاد، يعني ماشي دائما. راه كاينه فرصه، راه كندير انا التجاره. ومن بدات هذيك الساعه بدات القصه، وشرح لي البيزنس ودزت معاه وعجبتني الفكره، وعطاني واحد الصوره جيده، لانه كانت عندي صوره سابقه. ديك الساعه كنت طالب، عرضت عليه الفكره وانا طالب، كنت مركز مع الدراسه، كنت مركز مع الشهاده، كنت مركز مع الوظيفه. وبالفعل حققت داكشي اللي يعني الشواهد، وحققت الوظيفه. ولكن ما كنتش كنظر بهذيك الطريقه. هذيك المره الاولى يعني ما نظرش الفرصه بشكل ديال مشروع. وتحت الفرصه وبديت وتوكلت على الله. عجبتني بديت في الاستهلاك الشخصي. كانت عندي سابق تجربه مع المنتجات. كنت استعملت ستيك ديودورون، هو اول منتوج كنستعملو انا قبل ما نبدا فوريفر، وكان داري مده تقريبا ديال سنه. وكان عندي مشكل انا ديال الولسيس، كيدير لي داك البخار، كيدير لي ولسيس وكيحرق هذيك البلاصه وكيوسخ لي الحويجات، وما كنتش كنسحب بانه راه السبب الرئيسي هما دوك لي ماتيير. من بعد ملي استعملت ديودورون عجبتني، بقى عندي ذاك الانطباع ديال ان المنتوج الجوده ديالو عاليه ومرتفعه. والحمد لله بديت بالاستهلاك الشخصي، بديت تنصح الاصدقاء. بديت في 4 2018، شهر 4 2018 ان شاء الله. 4 في هذا الشهر ديال 2023 غتكون يعني الذكرى الخامسه، وغتكون معها واحد السفريه ان شاء الله. غادي نمشيو لبالي ان شاء الله. بديت شهر 1 2019 تاهلت لو غراد انيماتور. شهر 5 2019 تاهلت لو غراد ماناجر ادجوان. وشهر 7 2019 تاهلت لو غراد ماناجر. اول حاجه اللي كتعجبني مزيان ملي كنتاهل شي غراد، كندوز لي كومون. علاش ندوز هذوك لي كومون؟ كتبان لي الشونجمون ديال البورسونتاج. كنت نتمنى انني باش اي فوا يطلع عندي خصني نبقى نقلب في السيستم تطلع لي هذاك الميزاجور باش نستافد من هذاك لافونتاج. تتبان لي بانه تنحس بها، وبين هذه بين الحويجات اللي تنحس بها مزيان، تنقول راه الحمد لله تاهل، وراه عندي الحق انني نستافد مثلا 48%. هذه من بين الامتيازات. ايضا النسبه ديال الاحتضان، ايضا بالنسبه للتاطير والمواكبه. وكان عندي واحد الهدف ناقشتوني مع السي حمد هذيك الساعه فاش يلاه بديت المشروع. قلت له ودي انا دابا موظف، وكتعرفوا الوظيفه يعني الزياده في الصالير قليله جدا، وكتطلب واحد السنوات 10 سنين مثلا اللي تزادك شي حاجه على حساب
كاين دابا المطمح ديالي هو انه خلال هذه المده ديال 5 سنوات الى بديت هذا المشروع، وانني نحقق واحد العائد مالي يقدر يوصل ل 5000 درهم. يعني العام الاول يتزاد 1000 درهم، العام الثاني 2000 درهم، العام الثالث 3000 درهم، والعام الرابع 4000 درهم، والعام الخامس 5000 درهم. يعني في المده، وانا مازال ما كملتش دابا 5 سنين. الحمد لله في خلال عام ونصف تقريبا بعد التاهل ديال المناجر لقيت بان هذاك الهدف اللي حطيت حققته. يعني فات هذيك القيمه اللي كنت نطمح ليها. وصراحه الانسان غير يثق في راسو ويبغي داكشي اللي كيدير، ويمشي يجرب منتوجات. مثلا المنتوجات بزاف ديال الناس اللي تيبغي كيكون عا كيسمع على البيزنس، كيسمع على البيزنس يجرب منتوجات. اول خطوه بلا ما نكثرش على راسي بزاف، ما واثقش مزيان غير كنسمع نجرب، ما فيها باس. نسجل، ناخذ الباقه الاولى، نجربها في راسي، نجربها مع العائله ديالي ونحس، وهذيك الساعه نبني الثقه. يعني هذه هي الوسيله الوحيده اللي كتبني الثقه ما بينك وما بين هذاك. ما لا سمعت غير كنسمع، ولكن حقيقه الاشياء هو انني خصني نجرب. وبالفعل ملي تجرب وكتجرب منتوج كيف ما تكلمت ياسمين، هاد المنتوجات بحال ديالها، حنا هاد المنتوجات بحال ديالنا. يعني ملي كنستعمل شي منتوج بحال ديالو كنستعملوه يعني اللي بيان في ديالو والتاثير ديالو على الصحه، وكنعطيوه لوليداتنا، لوالدينا، لعائلاتنا، الاصدقاء ديالنا. كنهضروا عليه بالقلب، ماشي كنهضروا عليه لاننا حنا بغينا نبيعو، انما كنصحوا به الناس بالفعل. وهذا هو السبب الرئيسي اللي غيخليك انك تنطلق وتنجح. وتبارك الله عليكم. شكرا لك. دونك يعني من بعد ما سمعنا التجارب ديال الناس يعني والمستويات، باقي مجموعه من الامتيازات، ومن بين يعني النقاط